اكيد كلنا شفنا منتخب كاب فيردي اللي كان بيلاعب مصر الماتش اللي فات، والمنتخب ده يعتبر الحصان الاسود في البطوله عشان متصدر مجموعته اللي فيها مصر وغانا وموزمبيق. بس اكيد وانت بتتفرج على الماتش كنت بتسال مين هي كاب فيردي دي، موجوده فين في افريقيا، وفي كام واحد ساكن في الدوله دي، وهل دي بلد كبيره ولا صغيره اصلا؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. كاب فيردي او كابو فيردي او الراس الاخضر هي عباره عن دوله صغيره مكونه من 10 جزر، وحتى لو بصيت على العلم بتاعهم هتلاقي 10 نجوم. ال10 نجوم دول بيرمزوا لل10 جزر اللي مكونه منها الدوله دي، والدوله دي موجوده في غرب افريقيا وبالتحديد في المحيط الاطلسي، وبينها وبين سواحل السنغال 570 كيلو متر. والمناخ في الدوله دي بيبقى معتدل طول السنه عشان موقعها الساحلي المتميز. واكبر جزيره في الدوله دي هي جزيره سانتاغو، واللي فيها عاصمه الدوله وهي مدينه برايا. المهم بقى عايزين نرجع بالزمن لورا ونشوف مين هم اول ناس اكتشفوا الدوله دي، وهنلاقي ان اول ناس اكتشفوا الجزر دي هم البرتغاليين سنه 1460 ميلاديا. وعشان الجزيره دي موقعها متميز في المحيط الاطلسي فاحتلوها هي وشويه جزر تانية في المحيط زي جزر الازور وجزر الكناري وجزيره ماديرا. الجزيرة المشهورة اللي اتولد فيها أشهر لاعب كرة قدم في العالم وهو كريستيانو رونالدو. عشان كده كنا بنشوف فيديوهات زمان على اليوتيوب إن كريستيانو من أصل أفريقي وكده، بس في الحقيقة لأ، عشان جزيرة ماديرا لغاية دلوقتي لسه البرتغال بتحكمها. المهم بقى نرجع تاني للراس الأخضر اللي استقلت عن البرتغال سنة 1975 ميلاديا، يعني البرتغال كانوا محتلين الدولة دي 500 سنة. وبالنسبة للتعداد السكاني في الدولة دي فالدولة دي بيسكنها 516 ألف شخص، أغلبيتهم خليط برتغالي على أفريقيا، وفي جالية كبيرة من سكان الدولة دي بيعيشوا في السنغال والبرازيل. واللغة الرسمية في الدولة دي هي اللغة البرتغالية. أغلب الشعب هناك بيتكلم برتغالي وبيتعلموا برتغالي في المدارس، وكل حاجة بيتعاملوا باللغة البرتغالية. ولكن في جزء من الشعب بيتكلم لغة اسمها كيرول. وبالنسبة للديانة ف85% من الشعب ده عبارة عن مسيحيين كاثوليك وبروتستانت، وكمان في مسلمين هناك بسبب المهاجرين اللي كانوا بيروحوا لهم من دول غرب أفريقيا زي دولة السنغال اللي فيها نسبة مسلمين كتيرة جدا. وبس كده، دي كانت قصة كاب فيردي. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وتفتكر ممكن كاب فيردي توصل لفين في بطولة أمم أفريقيا السنة دي؟ اكتب لي رأيك في التعليقات.